في موقف جميل جدا بيحصل في كل صلاة بنيجي نصليها، عايزين نستشعر هذا الموقف عشان نحس بجمال الصلاة وعظمة الصلاة. طب ايه هو الموقف؟ تخيل كده معايا انسان داخل يصلي، خلاص واقف وكبر، ودلوقتي ايه هيركع او هيسجد. طب تعالى خلينا نقرا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان العبد اذا قام يصلي، خلاص واقف يصلي، اتي بذنوبه كلها، كل الذنوب بتاعته تيجي، اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه، تتحط هنا كده، تتحط على الراس. مثلا صليت الظهر وعملت ذنوب، وجيت تصلي العصر، طب الذنوب اللي انت عملتها بين الظهر والعصر اول ما تقبل وتخش الصلاه تتحط لك هنا على العاتقين، تتحط على الراس. تخيل عظمه وجمال الصلاه. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ فوضعت على راسه وعاتقيه، فكلما رقع او سجد تساقطت عنه. سبحان الله، سبحان ربي الغفور والودود والجميل والرحمن والتواب. انت دلوقتي وقفت تصلي، ذنوبك ايه؟ موجوده على العاتقين وموجوده على الراس. جيت تركع الذنوب تتساقط، جيت تسجد الذنوب تتساقط. فده يخليك ايه؟ ده انا عايز اطول في الركوع، انا عملت ذنوب كتير قوي عايزها كلها تنزل. انا اجي اسجد انا عايز اطول في السجود، انا عايز ذنوبي كلها تنزل. فسبحان الله الصلاه باب كبير جدا في مغفره الذنب. فانت يعني مهما كان ذنوبك مهما كان حالك ما ينفعش نقطع الصلاه، يعني ما فيش حد انسان ليه حجه ان هو يترك الصلاه. لازم نصلي، اهم عمل في حياتنا كله الصلاه. اعظم عمل نعمله في يومنا كله هو ان احنا نحافظ على الخمس صلوات في وقتها في المسجد، والله كسبان دنيا واخر اللي يحافظ على ده. فالصلاه اهم عمل، باب عظيم في مغفره الذنب. لو قعدت تفكر شويه تلاقي كل حاجه متعلقه بالصلاه مغفره للذنب. الوضوء، تتوضا الذنوب تتساقط عنك. شوف بقى، عملت ذنب بعينك وعملت ذنب ببقك او لسانك تتمضمض، كل ده يتساقط. تيجي تمشي تروح المسجد تتمشى للمسجد، كل خطوه تاخد عليها حسنه ويغفر لك سيئه، الذنوب تتساقط اهو وترفع درجه. سبحان الله. تيجي تخش تصلي تكبر، ذنوبك تتحط على العاتقين وعلى الراس، تسجد وتركع الذنوب تتساقط. سبحان الله. تقعد يا عم بعد الصلاه تقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد، تذكر ربنا بعد الصلاه يتغفر لك ذنوبك. ايه ده؟ تجاره عظيمه جدا. فالانسان لو ما بيصليش هتهلك بذنوبك. فاحنا محتاجين للصلاه. الصلاه باب عظيم في مغفره الذنب، فلازم نحرص على الصلاه عشان خاطر ذنوبنا تتغفر. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك يا عم انت بتعمل ذنوب ما ينفعش تصلي. يا عم صلي، ما هو اصلا الصلاه اللي هتبقى سبب في مغفره الذنب. الصلاه اصلا هتبقى سبب في بعدك عن الذنب. فلازم نحرص على الصلاه. ربنا رب اجعلنا من اهل اقامه الصلاه.